ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا رؤية مصريه عايشه في تركيا. النهارده هعمل معاكم فلوج كده بسيط. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد بنزله، وكمان تسيبوا لي كومنت حلو كده زيكم. انا رايحه زي ما قلت لكم شيرين ايفلر. المكان ده اسمه تجمع المصريين، يعني حرفيا تجمع المصريين في اسطنبول. يعني المكان كله مصريين، واحلى حاجه فيه احساس ان انتوا ماشيين كده سامعين ناس بتتكلم عربي زيكم وكده. في افيمي هناك مشهور جدا، غالبا اكبر افيمي في ادوات منزليه هنا في اسطنبول. صورت لكم فيه برضو، وكمان صورت لكم الفرن المصري والحاجات اللي جواه وكده. وهنا هندخل الشارع ده. بصوا هو كده زي ما قلت لكم، احنا جايين من الميدان، هندخل الشارع ده. احنا رايحين اهو المحل ده كده. ده افيمي، هو محل ادوات منزليه، المفروض فيه كل حاجه. هدخل، لو عرفت اصور هصور لكم جوه. ده اسمه لو حد عايز ياخده سكرين شوت. بصوا ده الزرع اللي عنده. بصوا سعر دي 7.5. الحاجات اللي هنا ب10 ليرة اهي. بصوا عنده برضو الحاجات دي كلها. بصوا انتوا عارفين انا عاشقة للزرع يعني. بصوا دي ب10. ده ورود ب10. هندخل بقى. بصوا عنده الصينية دي ب10 ليرة، ودي برضو ب10. بصوا هي بلاستيك يعني، في منها الشكل ده كمان، وفي منها السيلفر ب10. وطبعا دي اللي هي حاجات الشتا، شباشب الشتا يعني وكده. بصوا عنده دول ب10. دول 6 ماشي، هم ب10. وعنده الصينية دي حلوة قوي برضو ب10. بصوا بصوا عنده مثلا ده ب20، يعني اللي هي دي كده ده ب20. دي بلاستيك برضو، دي شبه بتاعت ايكيا البيضة. وعنده ده للخضار وكده، للتلاجة يعني وكده. بس مش مكتوب عليه سعر. وعنده دول، وعنده بلاستيكات. دي ب20. العلبة البلاستيك دي ب20. اسم المحل ده اسمه. طبعا الحاجات دي الحفة وكده. بصوا المكان ما شاء الله. بصوا كبير، فانا هبص كده وهوريكم الحاجات المميزة. بصوا شكلهم حلو قوي ما شاء الله. بصوا كمان ده شكله خطير. بس استنوا، مش عارفة بكام. وده كمان. استنى، احنا هنختار بالراحة كده. انتوا عارفين ان انا بعمل تجديدات وكده اهو. موجودة هنا. جيت هنا في مكان في شيرين ايفلر اسمه كايلار، جبت منه الحاجات دي. كل واحدة منهم ب10 ليرة. بصوا حاجات كتيرة جدا. بصوا كمان. بصوا دي ب140 مثلا. بصوا دي حلوة قوي ما شاء الله، ب55. ودي ب50 اللي هي بتاعت المناديل. وده شايفين شكله ما شاء الله. سعره 410 مثلا. انا هوريكم حاجات حلوة قوي برضو. تعالوا بصوا ده. بصوا شايفين شكله كده. الواحد ب60 بيبقى كده. انا خايفة بس حاجة يعني. بصوا ده بيبقى عامل ازاي كده ب60. وده مثلا ده الواحد ب50. دي الاشكال. وده كمان الواحد ب50. بصوا ده الطقم بقى. الطقم ب690. بصوا كمان الاسود منه.
بصوا ده عليه العصافير ده حلو ب 345. بصوا برضو ده ب 405. ده مط كده ودي الوانه، والشكل ده ب 600 ودي الوانه. بصوا الالوان دي والاشكال دي كده. بصوا ده حلوة قوي، بصوا ب 112 ودي اشكاله. بس ما فيش حاجات غالبا، انا حاولت اصور لكم الحاجات المميزة. بصوا ده وده كمان، بصوا ما شاء الله لونه حلو قوي ده يا بنات، يعني مش عارفه هو ظاهر لكم مثلا. بصوا لونه اهو. ادخل كده مكانك ب 345. هنا بقى الواحد ب 65. ده كده الواحد ب 65. بصوا ده كمان ب 80 الواحد. المج ده ب 80. بصوا ده ب 245. 6 كده مع 6 دي مع الصينيه بتاعتهم حلوين. بصوا دي بلاستيك كده ب 33، بس دي بلاستيك يعني. دي ب 60. بصوا ده ب 20 ودي ب 20. دي حلوة برضو. مثلا طقمة التوابل دي، ودول 3 ب 172 ودول ب 500 برضو، بس حلوين ما شاء الله جدا، شكلهم كيوت. فاكرين الطقم ده كان موضة قوي ب 115. مش عارفة مرسلين بيوك، مش عارفة كله ب 115. قرطة بوي لا الصغنن. بصوا الكبير ب 115، الصغنن الواحد ب 100. يعني الكبير ب 115 الصغنن الواحد ب 100. فاهمين؟ بصوا الحاجات دول اللي موضة قوي برضو. الابيض دول اهو. بصوا دي حلوة قوي العياشة. دي برضو حاجات التوابل. بصوا ب 350. ودي الابيضات منها. بصوا ده شكله إليجانت قوي 620. بصوا ده ب 710. بصوا بعمل لكم زوم. والجراي ده حلو ب 500. ده قمرين ب 500. 710. كل انواع. بصوا الدبابيس، الابر الدبابيس بتاعتنا. بصوا كل حاجه كل حاجه. بصوا كمان الدبابيس دي حلوه قوي. وده الخيط اللي هو ده حلو قوي ما شاء الله. هنا كمان بصوا كميه الزراير. الزرار بليره، زرار بليره. وهنا كمان بصوا خيوط كمان. بصوا بتختاروا برضو اللي انتوا عايزينه. شايفين كل الالوان. وهنا كمان تاني. بصوا المكان ما شاء الله كبير جدا. بصوا هنا. بصوا ده اللي هي الخرز بكل انواعه
وكل الوانه. 100 جرام ب85. بصوا هنا حاجات الشنط للناس اللي بتعمل هاند ميد. بصوا في ده بصوا هنا كمان دي الحاجات برضو اللي عايزة تشتغل هاند ميد. بصوا الواحد ب22 مثلا، هنا ب27. حلوة قوي ده، ممكن اخد اعمل منه للبنات. بصوا لقيت ايه اللي هو القماش الخيش ده، المتر ب45 ليرة. وهنا كمان في قماش، هي هتجيب لي 2 متر من ده. بص لقيت ايه ب55 ليرة صراحة. بصوا مش عارفة كده باينة، بصوا اللي هي عارفين اللي هو كده، فاهمين؟ بصوا مش عارفة دي بقى امسك بيها ولا دي لعبة للاطفال ولا ايه، بس هي في قسم الحاجات المطبخ يعني، فاهمين؟ الجلافز والحاجات دي. بس بحاول ايه مريالة مطبخ وحركات وكده، بس دي اكتر حاجة شدت انتباهي. بص انا جايه برضو بدور على كفر غساله، ماشي، عشان الغساله عندي في التويلت اهو عادي موجود. بس بصوا بقى شايفين الالوان والترتر يعني ما عجبنيش الصراحه خالص. هو سعره ب110 وده مكتوب عليه كده، مكتوب عليه عادي بالانجلش واشنج ماشين كفر. بصوا والواناته بامبا بقى ولبني وحاجات كده، والله يا بنات مسخسخه قوي. شماشير ماكيناسي اورتوسو. شماشير ماكيناسي اورتوسو. فانا هشوفه على ترنديول بقى احسن، لان الالوان اللي هنا الصراحه ما عجبتنيش. هو ووتر بروف على فكره برضه، فبس انا مش عجبني شكله. ودي بتاعه الكفر اسمها ايه دي؟ اوتو. ايوه اسمها ايه ده؟ للمكوى. بصوا ده سعره. بس يلا هنكمل بقى واشوف بقيه الحاجات. ده الدور اللي تحت بقى فيه كل حاجه، بصوا تخص الاكياس والشنط كمان هنا. بصوا اللي هي الاطباق دي عارفينها، ودي كمان حلوين قوي دول. هنا كمان بصوا الحاجات البلاستيكة كلها، فاهمين؟ بصوا والعياشات، بصوا اللي هي بصوا اللي هي المعالق والحاجات دي. هنا برضو حاجات والعياشات مثلا ده 65، وده مثلا ب50، وده العادي ب38، وده بس. بصوا العياشات دي ب140. بصوا هنا مكان كامل للخوص بجد، اللي عايز يفتح مشروع. المكان اللي انا وريته لكم فوق ده حلو قوي. وهنا بصوا مكان البلاستيكات والحاجات الخوص دي حلوين قوي ما شاء الله. بس وهنا كمان برضو مكان البلاستيكات، كل العلب اللي هي الصغننه دي والكبيره بكل احجامها وباسعارها برضو. بصوا هنا كمان شايفين مثلا دي ب34، وفي دي واللي هي دي اللي هي بتاع الكيك مثلا والعيش وكده. بصوا دي سعرها كل ده. بصوا بلاستيكات لعشاق البلاستيكات.
حرفيا شكله حلو قوي ما شاء الله. بصوا هنا كمان كل انواع العلب بالاسعار. بس كده، لو لقيت حاجه تانية برضو مميزه هصورها لكم. هنا بقى بصوا مكان الاخشاب كلها برضو ما شاء الله، زي ما قلت لكم المكان كبير جدا. بصوا دي حلوه قوي ب10 ليره. بصوا دي لا، ده الكوستر ده هو اللي ب50 مثلا، ده ب55، ده ب45. بصوا دي اللي بيتحط كده فيها المناديل هنا ب11. بصوا شكلها شيك جدا. وبصوا دي ب20 فيها برضو يتحط كوسترز كده. بصوا المعالق دي الواحدة بليرة ونص. بصوا وفي دول فاهمين، وفي دول حاجات ما شاء الله حلوة قوي. بصوا كمان هنا دي كل الحاجات اللي هي بتحط تحت الحاجات السخنة. بصوا 8 وب19 وفي ب29. بصوا كل حاجة، وهنا كل القطاعات، كل الاشكال هنا ما شاء الله. المكان فعلا شبه الكنز كده فاهمين. في كمان اباجورات، قصدي اسمها ايه اللي فوق دي. بصوا دي اللي بتاعت الحاجات السخنه. وفي بصوا ده ب10، ودي ب10 للفاكهه او للحاجات ودي للناس اللي بتحب تشتغل في الكيك، الناس الشاطره قوي فاهمين. دي كبات صغيرة كده للكيك برضو. وهنا كمان بصوا 97 او 79، استنوا كده بكام، 67 اللي انا مسكتها دي. وهنا بصوا دي دي المعايير الصغننة. بصوا ودي بتاع الايس كريم. وده حلو قوي يا بنات، حلو قوي ده. انا جايبه منه الصغير بصوا الفكره بتاعته اللي هي كده، في منه للصواني المدوره والكبيره، وفي منه للاطباق والكوبايات والكل حاجه، حلو جدا. ب237 بس شايلين السعر. بصوا دي، وبصوا دي ب345، وده ب235، وده ب200، ده ب220. دول شكلهم حلو قوي ما شاء الله. ده ب280. بصوا وده اكريليك بس ده ازاز. ده ب210. بصوا ده برضو حلو قوي ما شاء الله. وهنا كمان بصوا دول كانوا عندنا منهم في مصر، حلوين قوي، كنت جايباهم في جهازي. بصوا برضو دي كوبايات وحاجات، الكوبايات العادية يعني مش مميزة قوي. بوريكم الحاجات المميزة، بس دول عشان احنا بنحبهم قوي. دول ودول حلوين قوي ما شاء الله. خلصنا المحل اللي انا كنت بصوره لكم، ودلوقتي تخيلوا احنا بما ان احنا في شيرين افلر اكيد هنجيب ايه؟ عيش مصري عيش بلدي، لان هنا الفرن المصري اهو مكتوب عليه. بصوا مستر لي فرن
هندخل بقى الفرن المصري، هنجيب حاجات. 65. بس كمان عندهم جبنة عبورلاند، والجبنة دي سمنة بلدي، جبنة رومي. عشان انا حاسه ان انا فاهم والله. انا برجع والقرص اللي هي دي قال كذا هذه معلش. العيش المصري والفايش المصري. بس كده احنا خلاص مروحين، والفيديو كده يكون خلص، وان شاء الله اشوفكم الفيديو جاي على خير. مع السلامة.